ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هتكلم عن نوعين حمام كريم. عايزين نعرف ايه الفكرة بين النوعين او ايه الفرق بين النوعين، ليه ممكن استخدم ده وليه ممكن استخدم ده، وليه اصلا اجيب ده وليه اصلا اجيب ده. في فيديو النهارده هحاول اوضح على قد ما اقدر ايه الفكرة بين النوعين دول، وليه اصلا نشتري ده او ده، وليه نشتري الاتنين لو محتاجينه. فيلا بينا مع بعض. عايزين بس نستحمل بعض شوية، لو أي وقت المايك بعد عشان احتجت أشرح بدقة قوي فاضطرينا إن احنا نبعد المايك شوية. أول واحد أتكلم عنه وهو البايو سوفت ده، اللي بالشاي. البايو سوفت ده اللي بالشاي ده دي الكونديشن، المفروض إن هو حمام كريم بيغذي الشعر وبيرطبه، بس هو ترطيبه متوسط مش ترطيبه عالي. يعني لو انتي مسام شعرك قوية وعايزة حاجة ترطبها عادي، فلا، مش هيكون ده خالص، لأنه مش هيرطب لك شعرك ترطيب اللي شعرك هيكون محتاجه. هو هيرطب لك شعرك ترطيب متوسط عادي، ولكن مش الترطيب اللي شعرك هيكون فيه احتياج ليه. ففي الحالة دي هنسيبه خالص ونلجأ للي أنا هتكلم عنه بعده. طيب لو أنا مسامير شعري عادية بسيطة بتقبل عادي، فده هيكون معاكي كويس. عايزة أوريهولكم من جوه، بس هو عندي شوية أصلا قد إيه، مش كتير، لاني بجرب حاجات وبرجع له تاني، بجرب حاجات وبرجع له تاني، ان هو حلو ولذيذ وسعره في متناول الايد او في متناول الإيد. طيب ده شكله من جوه، هوريكم شكله من جوه. بصوا، ده شكله لما المسه قصدي، هو يعني انتوا اكيد تفهموا قصدي، ان هو خفيف شوية، خفيف ترتيبه، مش تقيل ان هو يعمل كفرج جامدة على الشعراية. مش ان هو يعمل كفرج حوالين الشعراية، لا، هو أبسط من كده شوية، فهو هيبقى خفيف شوية عن إن انت تعملي كفرج كاملة. ده شكله هو هيبقى أبسط أو هيبقى أخف من إن انت تعملي كفرج كاملة للشعراية علشان تغذيها كويس أو توفري لها ترطيب الشعراية محتاجاه. فلو انت شعرك يحتاج يترطب أوي، يعني أنا أوقات شعري بيبقى محتاج يترطب جدا، فلو انت شعرك بيبقى محتاج يترطب جدا فلأ، مش هيكون ده، لأنه زي ما انتوا شايفين هو خفيف. حتى بص هو خفيف قوي، فهو مش هيعمل لك الفول كفرج اللي انت هتبقي مستنياه منه. فحلو لو انت عايزة حمام كريم بسيط عادي، مش في حالة ان شعرك مرهق وتعبان وبهتان، لو انت عايزة حمام كريم عادي. او لو انت عايزة حاجة تبقى بديل للبلسم شوية، تحطيها شوية على الشعر وتغسليها، فهو هيبقى اختيار كويس، لانه سعره حلو وكميته كبيرة. هو 500 مللي فكميته كبيرة، وكمان سعره حلو. ففي الحالة دي ده هيكون معاكي كويس. اللي بعده وهو ده، بس عشان في حرف واقع من عليه فأنا مش عارفة أقول اسمه. ده شكله، لحظة، ده الشكل بتاعه. ده برضو غير ماسك للشعر. ده يا جماعة خطير الشعر، خطير، لأنه ده بقى بيلبيلك الكفرج اللي شعرك بيبقى محتاجها، لأنه ملمسه تقيل. فلو شعرك يستحمله، لأن مش كل الشعور بتستحمل الحاجة ملمسها تقيل، فلو شعرك يستحمل حاجة ملمسها تقيل فده هيعمل لك كفرج كويسة. ده غير كمان إن هو بال بالكولاجين وبالكرياتين، فبيرطب الشعر وبيخلي ملمسه حلو. برضو عايزة اوريكم ده، انا مخلصاه من جوه، مخلصاه حرفيا. عايزة برضو اوريكم ملمسه من جوه عشان تشوفوا ان هو تقيل. استنوا نستخدم ده. ريحته خطيرة، ريحته كده تحس ان انتي قاعدة في كوافير كبير، قاعدة في صالون كبير، قاعدة في حاجة كده ريحتها حلوة. يعني ريحته مقبولة على فكرة، ريحته بتثبت في الشعراية، مش ضعيفة خالص. لحظة اوريكم برضو عندي نازل تحت، مش عارفة أوريكم، بس ممكن بقى نبدل بنودي التانية ده أتقل، عشان بس نبقى عملنا التست على الجنبين. ده ده أتقل، حاول اسمعوا، اسمعوا. عايزة أوريكم ده، ده أخف شوية من ده على الإيد، أو في التست عامة.
البايو سوفت أخف بكتير حتى في إن هو يعمل لي الكفرج للشعراية، فهو أضعف بكتير من إنه يعمل الكفرج دي وإن هو يرطب لك الشعراية لو انتي مسامية شعرك تعبانة محتاجة ترطيب. ففي الحالة دي هنلجأ لده، وده برضه سعره بسيط ومقارب للبايو سوفت، أزيد منه حاجات بسيطة خالص. ولكن في حين إن إحنا بنتكلم في مقارنة الاتنين مع بعض، إن إحنا بنتكلم في ده كولاجين وكرياتين، بس إن إحنا بنتكلم في بايو سوفت اللي هو أصلا ديب كونديشن، هو حتى يا ريته ماسك للشعر أو ماسك عامة، هو ديب كونديشنر. فاختلف اللي إحنا بنتكلم، قلت لك إن إحنا بنتكلم في الاتنين مع بعض وحاطين الاتنين في المقارنة. فلا طبعا لو أنت شعرك ضعيف ومحتاجة حاجة ترطيبها قوي وترطيبه يكون أفضل، فلا طبعا هيبقى عليكي وعلى ده. وده يا جماعة بجد ريحة وترطيب وقوام، وبيخلي شعرك مترطب لأطول فترة انت ممكن تتخيليها في الدنيا.